واثنين وثلاثة واربعة وما كفناش التعديات بينا، في مكاننا بنروحنا مكان تاني ومكان تالت ومكان رابع، واللجنة وزنت كل التعديات على كل الأطراف، ووصلت مبالغ باهظة بالسبعميات والثمانميات والتسعميات مطلوبة الدفع. كل كلمة مكتوبة على النت قدرت، كل كلمة حصل فيها سب وإهانة قدرت، كل نقطة دم سالت قدرت. اللي حصل في القاهرة من واقعة واثنين وثلاثة، واللي حصل في دلبشان، واللي حصل في المنصورية، ما أغفلناش حاجة، لم نغفل حاجة. وبعد عمل مقاصة يتبقى، ده الطبيعي، والمستشار مؤتمن، اللي جاي يفكك، اللي جاي يحلك من مشكلة عواقبها. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول أيضا: ولا يشرك في حكمه أحدا. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال: ونحكم بينهم بما أنزل الله. ولذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم أبا الحكم فقال: إن الله هو الحكم العدل. وقال: والله يحكم لا معقب لحكمه. جينا واتفقنا على أن المسلمين على شروطهم وعلى وعودهم. يقول الله عز وجل: أوفوا بالعقود. تم الاتفاق على أن هذه الجلسة عاقر، وأن قرار الجلسة مقبول على كل الأطراف بالإجماع، وأنه لا يسع إنسان أن يعترض على هذا القرار. ابتداء مفيش معركة ما بين ملائكة وشياطين، إنما بننصب كفات لكل الأطراف. عندنا كفة يمين وكفة تانية يمين، وقطعا الكفتين الاثنين فيهم أخطاء، ولكن دايما نقولوا إيه؟ بعد عمل مقاصة في التعديات، وبعد عمل مقاصة في الإصابات، وبعد عمل مقاصة في الغرز والكسور، يتبقى بعد ما نقول الكبيرة كانت الصغيرة، والكبيرة والصغيرة ليس مرجعها إلى التشهي أو إلى التحسين والتقبيح العقلي، إنما عشان نقول دي كبيرة اللي الشرع كبره، ونقول دي صغيرة اللي الشرع صغره، واللي القانون والعرف قال عليه كبيرة يبقى كبيرة، واللي القانون والشرع قال عليه صغيرة يصبح صغيرة. في العام الماضي مكسور رجله، واختلفوا طلعوا له ثمن الكسر 15,000 جنيه ولا لا. جماعة يقولوا ما يستحق، وجماعة يقولوا لا يستحق، فاختلفوا. فرفعوا الجلسة لبعد أسبوعين لاستخدام مراض جدد. كانت النتيجة والله يا ساد إن أنا كنت من المراضي الجدد، ورحت لقيت مراضي من محافظة بعيدة شوية، ولكنهم دايرين على غير الصح، دايرين بطريقة غلط. ورحنا ندوروا على الكسر أبو 15,000 جنيه، وجدنا أن الطرف اللي كان مكسور عمه مضروب في المسجد 12 غرز، وبنت عمه مضروبة على رأسه 27 غرز، وابن عمه انكسر دراعاته الاثنين ورجله وتاخد منه الموتوسيكل، وابن عمه الثاني انكسر له دراع، وعمارة 4 أدوار فحمي. الطرف الثاني جرار 10 وبيتين أو 3 وإصابات وتلفيات. فلما جينا حسبنا حسبات، وكان أهل البلد عندهم نوع من الثقافة في المشاكل، على الفور شكلوا لجان من أهل البلد 7 8 حصروا التلفيات. فلما جلست الجلسة بدل ما تقول رفع الأمر للجهات المختصة أو رفع الأمر للجنة مختصة لتقييم الإصابات والتلفيات، كان قدامنا ورق مكتوب، وكل ورقة مضى عليها 7 8 من الناس المختصين، اللي قيم العربية واللي قيم البيت واللي قيم الثلاجة والغسالة والبوتاجاز، وقدامنا تلفيات. وقعدنا نحسبوا التلفيات، طلع 1,150,000 جنيه لطرف، والطرف الثاني طلع له 1,175,000 جنيه. بعد عمل مقاصة اتبقى 25,000 جنيه للي كان مكسور رجله. فالراجل صاحب المعاد بيقول لي: ازاي ده كان سبب انه طلق المرأة؟ قلت له: طلقتموها ظلما وزورا وعدوانا، فهي بريئة براءة يوسف، براءة الذئب من دم يوسف ابن عمران. وتعالى نفهمك لوحدك، خدته بعيد فيجي ورايا 2 3 4 شويه بقوا 10 15 من اهله. قلت له مش هينفع نفهمك.
قال لي ليه؟ قلت له انا عايز نشتمك، انت مش داعيني بس انا عايز نفوقك. قال لي فوقني. قلت له العيال دي ما تنطقش. قال لي ما فيش بني ادم هينطق. قلت له انت حمار. بص لي كده، قلت له اقبلها من ابنك، انت راجل حمار، طلقت مرات اخوك ظلما وزورا، وظلمت 5 بنات اولادها، ولو انت صادق فيما ادعيته كنت طلقتها طلاق القادرين، ومسكت الولد ده بعد منها باسبوع بس، فحمته وفرمته على الكوبري، اصله عفر عليا بالموتوسيكل. قال لي ما انا ما نعرفش. قلت له تبقى حمار. ففي كل المواعيد حضرتك لما بتحفر بنقول لك ما تعمقش، لانك هتردمه من جيبك وعلى حسابك. في كل المواعيد محدش جاي محامي، محدش جاي يجامل حد على حساب حد، محدش عنده استطاعة يبيع دينه بدون يغير ويروح بذنب على كتفه العيال والسادة الأطراف. الرجولة بالجرام مش بالقنطار. عمرك شفت واحد ماسك طوبة بيحدفها في جيب ميزه؟ إنما شفت واحد ماسك طوبة بيحدفها في نخلة عشان تسقط بلحة، والنخلة ما تتأثرش، تنزل الخير وهي بتترامي بالطوبة. تلاقي شجرة جوافة الفرع بتاعها كده قد صبعي، وشجرة الليمون أقل منه، وتلاقيها مثمرة الفرع شايل 7-8 كيلو، وتلاقي شجرة كافور ما فيهاش ثمرة. فأنت ممكن تلاقي واحد يعرش سقف، راجل مطر كده، عارفين المطر؟ تحطه على سقف يسقفه، تعلقه يسد باب. وعندك راجل عصفور صغير كده بس ينوزن بالملايين، ينوزن بالملايين جنيه دهب لو جت على رقبته، لو جت على عيل من عيال. ولذلك انا بنقول اللي داعي مرضي يحترمه، واللي داعي مرضي يقدره. قولوا ورايا جميعا قبل اذاعه الحكم: كل من في القاع تبنا الى الله، تبنا الى الله وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا الا نخالف دين الاسلام. قولوا بصوت عال: نقسم بالله العظيم على كتابه الكريم، سوره سوره، ايه ايه، كلمه كلمه، حرف حرف، اننا تصالحنا لوجه الله، وعفونا لوجه الله، وتسامحنا لوجه الله، واصبحنا رجلا واحدا لوجه الله، وارحاما واصهارا كما كنا وأفضل مما كان، وأننا راضون وملتزمون بقرار الجلسة العرفية. ولأن الميعاد ميعاد خاص، الميعاد ده ميعاد خاص، كل اللي موجودين في الميعاد ده كرة ورجالة، وأنا عارف أنا بنقول إيه. ولذلك الميعاد اللي لما تقعد في وسط رجالة أنا عارف إنهم بيقدروا كلام الرجال. قبل ما نتكلم في إذاعة الحكم، الأطراف ال4 يجوا لي هنا، ال4 بلا استثناء. خلي الكراسي زي ما هي، تعالوا لي هنا يلا. انا مادد ايدي، انا مادد ايدي، حط ايدي، حاجة عرفة. ما يتخلفش واحد عمود من المعاد. خش يا احمد. فين احمد حماد؟ يا احمد يا حماد. فين احمد حماد؟ يا حاج حمود. هي دي الرجول، ودي اللي تتقدر بالملايين. قولوا وراي: نقسم بالله العظيم على كتابه الكريم، سورة سورة، وآية آية، وكلمة كلمة، وحرف حرف، أننا تصالحنا لوجه الله، وتسامحنا لوجه الله، ورضينا لوجه الله، وعفونا لوجه الله، وأننا ملتزمون بترضية أولادنا ونسائنا وعوائلنا، وأن نحبب أولادنا في أولاد إخواننا، وأننا من هذه اللحظة، قولوا بصوت عال، من هذه اللحظة رجل واحد، رجل واحد، ندافع عن بعض ونحب بعض، وأننا ملتزمون بما حكم به الرجال وبما حكمت به الجلسة العرفية من قرارات. اللي ليه ما يستقلش، واللي عليه ما يستكترش. الفتحة على كده. خدوا بعض بالحضن. خشوا، خش بالحضن، خش على اخواتك، خش يا ابني على اخوك. خش يا احمد يا حماد، خش الحاج عبد الناصر الكبير الاول. كله خش الحاج عبد الناصر الكبير الاول، الحاج عرف. روح الحرفيه اللي ما يتصفاش ربنا ينتقم منه. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين يا رب. انا على يقين الان ان الله يفرح في السماء. الدليل على ذلك ما رواه مسلم
من حديث أنس: والله أفرح بتوبة أحدكم. يبقى ربنا بيفرح ولا ما بيفرحش؟ من رجل انفلتت منه راحلته وعليها زاده وشرابه فبحث عنها فأيس من رجوعها فنام تحت الشجرة ينتظر الموت، فتح عينيه لقى البعير بتاعه رجع، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فربنا الآن فرحان بيكم. صلوا على رسول الله. اللي حصل بينكم كبير وصغير، كبير لو كبرناه وصغير لو صغرناه، والحرب بنتائجها. صغير ان الحمد لله رب العالمين مفيش قتيل، وحصل واقعة واثنين وثلاثة واربعة وما كفناش التعديات بيننا، في مكاننا بنروحنا مكان تاني ومكان تالت ومكان رابع، واللجنة وزنت كل التعديات على كل الأطراف، ووصلت مبالغ باهظة بال700 وال800 وال900 مطلوبة الدفع. كل كلمة مكتوبة على النت قدرت، كل كلمة حصل فيها سب وإهانة قدرت، كل نقطة دم سالت قدرت. اللي حصل في القاهرة من واقعة واثنين وثلاثة، واللي حصل في دلبشان، واللي حصل في المنصورية، ما أغفلناش حاجة، لم نغفل حاجة. وبعد عمل مقاصة يتبقى، ده الطبيعي، والمستشار مؤتمن، اللي جاي يفكك، اللي جاي يحلك من مشكلة عواقبها وخيم. ومن الفقه النظر للمآلات، النظر عن بعد للمصالح والمفاسد، ده فقه موجود. بعد عمل مقاصة ما للحج حماد وما عليه، وما لشريف وما عليه، وما لأبي خد وما عليه، وما لأحمد إسماعيل وما عليه. في اللي ليه وعليه، واللي ليه وعليه، وفي اللي عليه. يعني شريف غلطان في نقطة وله نقطة، حماد غلطان في نقطة وله نقطة، أو غلطان في نقطتين ثلاثة وله نقطتين أو نقطة، وهكذا أبو خد ليه وعليه. بعد عمل مقاصة في المبالغ اللي وصلت معانا مبالغ كبيرة، وما جملناش حد وما جبناش على حد، لكن انتم اللي اعمقتوا. مفيش واحد وقف على كوم. لو احنا وقفنا على الموقف الاولاني اللي هو الادبية ما بين محمد عرفة وما بين شريف، قد نقول ان في واحد منهم ليه كفة طبة في الادبيات، وبعد شوية لما حصل اصابة بقى في كفة طبة على واحد في الاصابات، وبعد ما حصل في المنصورية الكفة طبت في وضع تاني، وبعد ما حصل في القاهرة من وضع واثنين الكفة طبت، وبعد ما حصل في دلبشان بقى في وضع تالت. ما أهملناش حاجة، ما قصرناش حاجة. وفي النهاية أصبح هناك مبلغ مدفوع من عائلة حماد لعائلة أبو خد، مناصفة بين أبو خد وأحمد إسماعيل. هذا المبلغ قدرته الجلسة يطلع منه يوصله، ويرجع منه مبلغ من أبو خد لشريف. ودنك منين يا جحا؟ هي جت كده. وضع أدبي لازم ينقص بهذا الكيف. المبلغ اللي هيطلع من حماد 130,000 جنيه بعد عمل المقص، لا ده يستكتر ولا ده يستشوي. يوصل أبو خد يرجع منه 50 لشريف، محصلة ما يحصل عليه أبو خد بعد ما كان له وما عليه. تقول لي هو ده هو بيساوي المبلغ ده؟ لا ما يساويش، بس انت عندك امور. طب هو ده هو وده هو وده هو وده هو؟ لا طبعا. ليه؟ لان حضرتك ما انتش جاي والكفه تحتك خاليه الوفاض من الاخطاء، عندك امور نزلت. يتبقى ليك بعد ما يوصلك ال 130 80,000 جنيه. وفي النهايه احنا عارفين ان الكل شبعان على فكره، وعارفين ان الكل مستور الحال وجيبه مليان ومش مخروق، وعارفين ان محدش فارد حجر. اللي يقول المبلغ ده يامه نقول له عيب، حق الرجاله ما يتناقش فيه، واللي يقول المبلغ ده شويه نقول له انت اكرم من انك تستشفش. لكن هو
في نقطة مهمة جدا في الجلسات العرفية لابد تكون على البال. في الآخر خالص مين اللي له صلح؟ آخر صلح لأبو خد. يقوم يرد الراجل العاقل يقول لي أنا كفاية إن أنت جعلت له صلح. ليه؟ لأن ال1000 جنيه حق والمليون حق. الحق بقيمته مش بقدره. الحق ليس قدر. زي واحد جاله راجل مهندس محترم يخطب بنته، هو شايفه محترم مش هيدق معاه في الذهب، يقول لي الذهب ده قدرة وليست قيمة. لو هتتكلم على القيمة انت بتاخد دكتورة حفظ القرآن، يبقى ذهبها ده اقل حاجة 800,000، ده اقل حاجة وما نعرفش نوزنها. لكن انت ما بتتكلمش على وزن بنتك، انت بتتكلم على قدرتها. ما جاملناش حد. وفي الاول وفي الاخر ما ينفعش يكون بينكم خصومة. فاكرين العيلة خط احمر، ما ينفعش الهزار مع العيلة. ليه؟ ورا منك كتيبة ابناء واحفاد. سمعونا الفتح. القرار يا حاج الصلح والتنازل لسه ما خلصتش انتوا بس، ده اول قرار. شرط جزائي مقداره 400,000. 400,000 على من يتعدى في المستقبل بالإشارة، بالتصريح، بالتلميح، بتفي، بنفي، بشرطين. الشرط الأولاني إن حضرتك ما يكونش لك رد، تقول أنا نهنت وسكت، هات لي حقي. طب أنت حضرتك رديت، ضربوا قلم راح ردد القلم، شتموا راح شتموا، كانت بعضها. الشرط الثاني الإشهاد على هذا التعدي. ومن تمام الصلح إن عيلة حماد وعيلة شريف هيهلبوا هلبة رجاله على عيلة أبو خد بنفس العدد اللي احنا شايفينه دي، ويروحوا يشربوا شاي عند أبو خد، وأبو خد يرد الشاش. ومن ضمن الصلح الناس اللي شغالين في القاهرة حد يروح يرضيهم على بعض داخل المحلات بتاعتهم، يروحوا يشربوا الشاي هنا، يشربوا الشاي هنا، يشربوا الشاي هنا. المعدج مرصود. على فكرة القاهرة مستنية النتيجة، وبلادكم مستنية النتيجة، والمباحث منتظرة النتيجة، وشياطين الإنس مستنيين النتيجة. والله العظيم في ناس ما عايزة الميعاد ينجح عشان يبقى الكلام واضح، وفي عنكبوتات يامة بتنشأ على هذه المشاكل. اللي جرب المشاكل عطلت العائلات الأصيلة العتيقة العريقة الأهرام، اللي لو باعوا السادة من أرضه هيصرف على أدخن قضية. عطوا إلا ودخل في المشاكل مش عارف يرجع. نقول الحمد لله جاءت من قريب ولكن الله سلم. سمعونا الفتح. فتحة انت رجل واحد. فتحة صاحب المكان. جميع الأوراق، جميع الأصالات أودعت عند المحترم الفاضل كابتن عبد الجليل عمران، وهو المسؤول عن تمام التصالح إكراما له لسعيه المشكور. الفلوس توصله، يتم التصالح في جميع المحاضر والقضايا كل على نفقته الخاصة. ولا أنسى أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان للبشمهندس أسامة السنوسي وإخواته بشمهندس أحمد، بشمهندس إسماعيل، حج عثمان، على حسن الاستقبال وكرم الزيارة. الناس عملوا الواجب وزيادة. التنازل عن المحاضر والقضايا كل على نفقته الخاصة.